الاشياء بس. طبعا شايفين الاشياء اللي حصلت في المدينه دي، والحصلت بزاد عليهم الرقعه اسباب اللي حصلت دي. ما في حاجه كلها انسحاب تكتيكي ولا انسحاب فني ولا كلنا مشينا على الخطه بقى. الشغل ده ما عنده علاقه بالانسحاب تكتيكي. المدني دي الجيش شالها ممكن قنقر وشالها السبب شالها بزاده. يعني سبب شنو؟ سبب يعني طريقه سبب طوابير. سبب طوابير. هاي بلد كلها طوابير يا زلمه. يا سعاده الفريق محمد حمدان دول الرساله دي يعني دي موجهه لك انت افهمها كويس. القيادات اللي لسه انت بتوصل قول سعادة المرحوم محمد حمدان دقلو ده ما بسمعك اخيرا انا نسمعك. بتسلوهم الاماكن الحاجات زي دي هم دول ما مقدمين ولا بالصندي. يا جماعه احنا لم ننسحب انسحاب تكتيكي. ننسحب من سنجه تكتيكي، نجي جبل مويه تكتيكي، نجي يعني كل المدني احنا بكره من الخرطوم ننسحب تكتيكي ولا كيف يعني؟ هاي تكتيكي ده كده مع اي محل بس تكتيكي معقوله يا اخي؟ انا بخلوهم قبل قاعدين في محلنا. هاي نرجع مره واحد دارفور معقوله يا اخي 24 ساعه شايفين انه تكتيكي ما تكتيكي. يعني احنا القضيه دي ما ندير احلامنا خلينا حقيقه. اذا قال لي انت ساعات الفرق قلت لنا خلوها نحن نخلوها، لكن اذا بيجي بانسحاب تكتيكي زي ده الاحسن له نخليها. انا وقت انسحب تكتيكي بعد بخسر رجالي وتاني محل بحلل بستمر قريب سنه كامل وما حدا قريه ولا محليه. ولايه كامل. ولايه يا ضباط يا قادات يا وسعاده الفريق كلام ده خدته كويس معنا دي ولايه. اهانا ننسحب منها. ننسحب لشنو زي ده؟ الله ينال انسحاب زي ده زاد. وقعد هذا الدعم السريع ده كله بقدم عندكم موضوع. انا نأسي الان من حرب كيزان، ثاني قبل نحارب كيزان. انت زادك كتل انا كيزان. الناس اللي بتنوم في العمارات هنا الخرطوم وبتنوم هنا كنت في عمارة درمان نقول لكم هنا يبارك دول. يعني احنا كان الناس اللي في المقدمات اللي جرى ده كنت ما بتقدروا تقول ين. تاكو عبد الله حسين ده قاعد في مدينة عمس الجيش وقت للناس في المحاور في المقدمات شتتهم جابهم لمدينة تعدي ما جرى خلاه بس. مصيره شنو يصير؟ سحب تكتيكي جري. واي غايه قاعد في مدينة جري ما شغل سحب تكتيكي. والناس قاعدين في المقدمات اللي مقبله ده. انت قاعد في النفق تقول الفريق موجود. انت ما تقول. وناس عادي الدول وناس ازمان عمليات دول قاعدين لقوا في انفاق وواحد دياره برا في الخارج وقاعدين متفقين لا بكره لما الجيش ماشي هنا براها ونرقوا تمشوا ويا ريت لو سلمت ذاك يزرقوا سلاميا ما في طريقه ذاته والله. والله يمكن بالطريقه دي يعني احنا قبل كان بنقول اثنين يكون في النهايه نتنازل منها ذات. والله دي بس يا اخي مظلومين من بدينا الحرب دي يوم واحد جرح بيدد مثلا كثير عليها ذاته رايح ساكت بس تتصرف تاكل وتشرب اولادك اي حاجه كلها من عليك انت معقوله يا اخي هنا عساكر لشنو زاد؟ الدوله ديك شغالين بالي شنو زاد؟ وشايفكم بتنكروا لكم حاجات بتقولوا انت يعني شنو الملفله دي ما تعمل لكم يا جماعه الزول الملفله انت ما جاي من هناك تجي ملفله لا جاء عسكري وجاء عسكري لاجل قضيه لكن اتفلت بسبب شنو؟ اول حاجه انا اذا كان اخوي جريح في المستشفى او بنجرح مع اجل القضيه وبنجرح في المقدم وبنجرح عربيه بتحرك فوق انا بسيل له وبنقذ بيها بالمستشفى وبعالجه من عندي ومن عندي انا بعالجه بايه؟ مع سلاح حرق وسلاح انا حرق بعالجه من هنا وانت ما اداني مرتب لابد نمشي لك نربط نشيل نجيب نعالج اخوي وقع نساوي بنزين وقع نشفشف هنا ده السبب الناس بيقولوا والله شفشافه زول اليوم بده حقه مباشره وقت بل ايه ترى هو بيا ده الكب النظيف كله بس انت شير وقدام العوض قبل تم لبي بقى شفشافي ما في نهايه الشفشفه دي كلها قلتها من كنتوا بس ما تقول لها احنا ما متفلتين وشفشافه ما تعرف لها انت تعرف ايه اللي ما تعرف لها ما تعرف لها نهائيا. الحرب صحيح مبنيه على التفلت لكن ما زي ده. من حق ضمك الفلوس الدوله اللي بتدخل فلوس قبل كده دي الدول قاعد تاير بنزين. الدول انفلت تاير بنزين ما داير بنزين. صحيح بربوك وبشيل حياتنا لكن ما سير لكن الناس اللي انفلت لسه هذا شغل نفسه كمان. سوي اي حاجه ما في طريقه تاكل من وين وتشرب من وين انت ما في طريقه نهائي. هاي وانت ساعات الفريق ركز كويس احنا الزول مرحوم ده خليه ده مات واصلا الزول الشهيد ده حقه وقت بطلع معروف لكن الزول الجريح في المستشفى الجريح في المستشفى داير علاج الزول يعني المرحوم برضه داير شنو؟ داير شنو؟ داير كرامات ما في زول يعني هسه كده الليله اخواننا كثير ماتوا كثير اتجرحوا كثير اي حاجه ده كله بنعالج من نفسنا بس ما في داعي زاد عشان شنو انا اخوي ميت زول بيشتغل بيماك اخوي مجروح زول بيشتغل بيماك انا امشي قدام ليه؟ ما ماشي قدام ذات ما في داعي انا
محارب للدوله. اخوي ده كان انجرح تعالج الدوله، كان بقي فوق يعني بقي فوق موت، كراماتها تتفعل الدوله يا اخي معقوله؟ ما في داعي ذاته يا زلمه. لكن قاعدين نعالج نحن من جيبنا. المستشفى قاعدين نعالج نحن اخواننا بنجيب حدود من جيبنا. ايوه ما زول في قاعد يصرف علينا صح؟ فقاعد قاعد يصرف عليه على جندي مجنون. ما في نهايه. صح والله ما صح. تموت فلان جاي ساكت. من دولة الدولة. صح والله ما صح. من دولة الدولة لكن نحن دايرين. ولا ناس المرحوم ده عرفناه مرحوم. الله يرحمه لكن الزول المجروح داير يصرف عليه. داير علاجات ولا ما داير علاجات؟ داير علاجات. صح والله ما صح. صح. ما في زول بيديك علاجات. ما في. ما في. هاي نهاية كيف؟ ونحن هسي بلبس يا معلم. عارفين بقى شيء بلبس والله ما عندنا ليكم حاجه، بلبس ها تعترفوا براكم والنظيف تطلعوا من جواكم. بلبس يا معلمين، شوتوا الشغل ده يمشي على اي جروب اي مسيب الزمان، معنوياتهم تهت مره واحد نودوها التراب 550 ارض الصابع. تحياتي لكم.